لكن الدراسات بتقول ان 60% من المواقع اللي موجوده في الدارك ويب بتتعلق بانشطه اجراميه، وفي ابحاث بتقول ان 57% من الجرائم الالكترونيه بتتم باستخدام الدارك ويب. السؤال هنا ازاي نحمي نفسنا واولادنا من المخاطر دي؟ اول حاجه لازم نكون دايما متابعين اللي بيحصل حوالينا، سواء في حياتنا اليوميه او على الانترنت، مواكبين التطور التكنولوجي ومتابعين دايما الجديد. واخد بالك يا صديقي؟ يعني تابع حلقاتي بقى وشوف اللي فات منك عشان تبقى مواكب التطور كده. لازم نعلم ولادنا ان مش كل حاجه على الانترنت امنه، وانه لازم يكونوا حذرين جدا في التعامل مع اي حد غريب. كمان لازم نراقب المحتوى اللي بيتعرضوا له ونتاكد ان هم فاهمين خطوره المواقع والبرامج الغريبه دي. ولو لاحظت حد بيستخدم برامج زي تور او بيزور مواقع غريبه ومش مفهومه، لازم تاخد بالك وتبدا تتكلم معاه. كمان لو حد حوالينا عنده مشاكل نفسيه او ميول غريبه، مهم ان هو يطلب مساعده متخصصه، لان المشاكل دي مش بتموت لوحدها، بالعكس بتكبر وبتوصل لجرائم وعقد زي اللي احنا شفناها. في النهايه الانترنت المظلم مش حاجه بعيده عننا، زي ما شفنا في قصه طارق وحادثه لبنان. الخطر ده حوالينا، وعلينا اننا نكون حذرين ونحمي نفسنا واولادنا من الوقوع في الفخاخ دي. الانترنت اداه قويه لكنها سلاح ذو حدين، واستخدامها الصح او الغلط بيعتمد علينا احنا.